دي كورة جات لزيزو، ما عملش سكان قبل ما يستلم طبعا، مع انه لو شاف هاني ولعب لهاني كان ممكن يجي اول الاهداف، لكن زيزو قرر يلعب بالطريقة دي. طاهر زيزو لعب وان تاتش لكن عدت. ودي الكورة لمحمد هاني، ممكن العب الكورة السهلة لبن رمضان وما فيهاش اي خطورة، وخصوصا ان ما فيش حد جنب اللاعب خالص، لكن هاني قرر يلعب كده. محمد هاني هنا اول فريق مش من ضمن الفرق الكبيرة اشوفه بيلعب ضغط عالي على الاهلي وبيضغط بالطريقة ديت، ومش مرة واحدة، ده طول الماتش. الكرة الأمامية لكن في التزام. والله الشناوي حارس عظيم وياما كسبنا بطولات بسبب تصدياته، لكن هو الفترة الأخيرة فقد كتير من مستواه، وأنا شايف إن الهدف ده سببه الأول والأخير الشناوي، لأن خروجه بالطريقة ديت غلط كبير جدا. وهنا زيزو فقرة التمريرات الغلط، مع إن السهل موجود قدامنا. طبعا أنا مش بلوم على زيزو بس، الفريق كله كان متسرع النهارده في قراراته في الباصات. وهنا ياسين مرعي قدامه 4 اختيارات وكلهم باصات سهلة، لكن هو قرر يلعب للاعب تاني إحنا مش شايفينه. وهنا كورة لزيزو يقدر يطلع بيها هاني، وهاني يلعب أوفر على طول، لكن برضه زيزو قرر يلعب الباص الغلط. وهنا الضغط اللي كنت بكلمكم عليه، بتروجيت بيضغط ب5 لعيبه في نص ملعب الاهلي، والغريب في الموضوع ان بتروجيت هو اللي متقدم والاهلي هو اللي متاخر بهدف. لو مش هتعرف تلعبها كده يبقى تلعبها كده، لكن ايه اللي انت عملته ده؟ صعد كرة على القائم الثاني لكن. وهنا المره الثالثه او الرابعه في الشوط الاول ان بتروجيت يضغط على الاهلي في نص ملعبه وياخد الكوره. والمنظر اللي احنا شايفينه دوت في بدايه الشوط الثاني، وباين هنا ان تعليمات المدرب انهم يكملوا ضغط على الاهلي، على العكس تماما ان لعيبه الاهلي ما بتضغطش، لدرجه ان لاعب بتروجيت جري بالكوره ووقف وقال لزميله اتحرك هنا، وزميله اتحرك ولعبها له في المكان، وكل ده ما حدش ضغط عليه. وينزل جريديشار. وهنا نتأكد إن عندنا مهاجم محتاج دعم بجد، مهاجم بعد نزوله ب3 دقايق بس أحرز هدف التعادل.